اللي قدامكم في الصورة دي أول ست زنت في التاريخ. الست دي كان اسمها عنق وكانت بنت حواء وآدم، أول من ممارسة الزنا في التاريخ، وهي أخت القابيل وهابيل وأم أشرس البشر في التاريخ. وتعالوا بينا نشوف ليه اتلقبت باللقب ده. الحكاية بدأت من عصر آدم وحواء بعد ما خلفوا قابيل وهابيل، وبدأ نسلهم يزيد في العدد، وولدت حواء ساعتها بنتها عنق اللي اتولدت من غير أخ توأم، ودي كانت أول مرة تولد فيها حواء بنت من غير أخ ذكر معاها. لما كبرت شوية بدأوا يلاحظوا عليها علامات الشر والفساد، وإنها مش بتحب عبادة الله زيهم، وبتتهرب من كل الطاعات اللي بتقربهم من ربنا. بس كانت حواء دايما بتدعي ربنا لها بالهداية والمغفرة، لحد ما بدأت عنق مسيرتها في الفسق والفجور، وسرقت كلمات أمها حواء اللي ربنا أودعها لحواء علشان يحميها من الجن والوسواس. فاستغلت عنق نوم حواء وسرقت الكلمات دي منها، وبدأت تستخدمها في السحر والشعوذة واستحضار الجن. فساد عنق موقفش عند السرقة والسحر بس، لا ده كمان كانت بتفرق بين أبناء آدم على الأرض، وبدأت تفكر في ممارسة الزنا، بس ما لقيتش حد من أبناء آدم وأحفاده اللي ممكن تعمل كده معاه. وقررت انها تسيب عشيرة آدم وتهاجر لمكان قابيل وأولاده اللي كان انفصل عن آدم بسبب حادثة قتله لأخوه هابيل بعد ما طمع في زوجته. وقرر ساعتها ان هو يهرب وياخد زوجته الى السهول بعيدا عن مكان آدم اللي كان مستقر ساعتها في أعلى الجبال. بدأت عنق تغوي أولاد قابيل وأحفاده وتظهر مفاتنها وجمالها ليهم علشان يمارسوا معاها الزنا، لحد ما قدرت انها تبدأ تسحبهم للطريق ده. وكانت بتمارس الزنا مع أولاد كتير لقابيل لحد ما بقت حامل، وما كانتش عارفة مين أبو ابنها من كتر اللي مارست معاهم الزنا. وبعد ما ولدت ابنها واللي سمته عوج نسب اسمه ليها، وكانوا بيسموه عوج ابن عنق. واستمر عنق برضو في السحر والزنا، فدعا عليها آدم وأمنت على دعائه حواء أمها، فأرسل ربنا ساعتها حيوانات مفترسة بتشبه الأسود والنمور، وافترسوا عنق وخلصوا الأرض من شرها وفسادها. بس هل انتهى أثرها على الأرض لحد كده؟ للأسف لا. ابنها عوج فضل عايش، كان شديد الفساد وكان أشبه للعمالقة في الهيئة الجسدية، وكان أطول وأضخم من كل أبناء آدم من جنسه ساعتها. وكان بيقال إنه كان معمر جدا، كان بيعيش لآلاف السنين، وإنه كان بينهب الأرض والسهول والجبال، وكان أشبه لقوم ياجوج ومأجوج، وإنه فضل عايش لحد عصر سيدنا نوح، وإنه شهد كمان حدوث الطوفان. وإن في روايات كتيرة جدا بتأكد إنه نجا من الطوفان بسبب مساعدته لسيدنا نوح في بناء جزء من السفينة رغم كفره وعدم إيمانه بالله، وإنه نجا من الطوفان ده بسبب طلبه لمساعدة سيدنا نوح، وإن أمره إن يفضل لامس مؤخرة السفينة، وإن ده هيكون سبب نجاته من الطوفان. وفعلا عمل كده ونجا من الطوفان. وبعد ما نجا من الطوفان استقر في أرض بيت المقدس مع أهلها هناك اللي كانوا في الوقت ده من الجبابرة في الأرض، وكانوا أشبه بقوم عاد، وفضل عايش معاهم لحد فترة كبيرة جدا لحد ما جه عصر سيدنا موسى. وفي الفترة اللي ربنا أمر فيها سيدنا موسى إنه يفتح أرض بيت المقدس، اختار موسى 10 رجال من بني إسرائيل بعد ما قسمهم ل10 قبائل، وأمر ال10 رجال دول إنهم يروحوا لبيت المقدس ويتجسسوا على أحوال أهلها هناك قبل ما يبدأ يحاربهم. بس لما راح ال10 رجال دول وشافوا أهل بيت المقدس وكان معاهم ساعتها عوج وبضخامته وقوته، قرروا انهم يرجعوا بسرعة جدا لانهم خافوا من منظره وهيئته، وراحوا بسرعة علشان يحكوا لسيدنا موسى عن اللي شافوه. بعدها عرف كل بني اسرائيل باللي شافوه الرجالة دي، ورفضوا انهم يروحوا مع موسى الحرب دي، وقالوا له نصا ان يروح الحرب دي مع ربه. فهددهم موسى بعقوبة عصيان الله، وان عقابه هيكون عظيم وأليم جدا. ففي النهاية رضخوا لأمر موسى وهجم مع بني إسرائيل على الأرض دي وحارب ضدهم عوج، ومن قوته كان بيشيل جزء كبير جدا من قمم الجبال علشان يرميه على بني إسرائيل ويهلكهم جميعا. وفي الوقت ده أمر ربنا إنه يسلط عليه الطير علشان يعمل فتوحات في قمة الجبل. فلما شال عوج انقسم القمة على راسه فانهار عوج،
وتقدم ساعتها سيدنا موسى وأنهى حياته برمحه. وهنا انتهى نسل عنق بمقتل ابنها عوج على يد سيدنا موسى. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تستنوا مني الحكاية الغامضة الجاية.